يا ابني هشرب يا ابني الميه في بقي يا ابني. وانا فاكر الموقف اللي هو بتاع العجله دوت، لما وقعت من العجله، ده موقف مشهور وانا عمري ما انساه. فاكر حصل ايه؟ ده كان موقف ابن لذينه. امي شافتني وقتها وكانت هتديك حته حلقه عشان كانت مفكره انك انت اللي زقتني من على العجله، حتى انا دفعت عنك يوميها. احنا كنا صغيرين يعني، انا ما كنتش عارف اتصرف ولا اعمل ايه بالظبط يعني. ايوه بس انا ما زعلتش منك وقتها، وكان عندي استعداد اخد علقه بنت لذينه من اجلك. عارف انت كنت دايما جنبي زمان. ما طول الوقت جنبك يا عبيط، ما عنديش مشكله ان اشيل عنك. عشان مالكش غيري، تقعد تلف وترجع لي تاني تنكر. لا على فكره انا مبسوط قوي ان احنا اتكلمنا النهارده، انا فعلا كنت محتاج اعمل ده. انا شايف انك تاخد رقم بابا تتعرف عليا اكتر. وشوف بقى الموضوع هيتطور بينا فين. على فكره الدهب في النازل، فعايزك تلحق نفسك كده. يا ابن اللذينه. على فكره انا برضو كنت محتاج القعده ديت، عشان غالبا للاسف الشديد يعني. يا عم اخلص بقى. اديني وقت عادي، ما انا لازم امهد الكلام، وانا هسيبك لوحدك تقول مونولوجات. اخلص بقى. ماليش غيرك برضو، بس والله العظيم 3 مهما تعمل ومهما تحاول مفيش ملوخيه. ماما